بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. أعزائي أعضاء جروب وقناة أرانب جد عصام، عزيزي مربي الأرانب المبتدئ، أتمنى لما يوصلك الفيديو ده إن أنت تكون في أتم صحة وفي أسعد حال، اللهم آمين يا رب العالمين. الفيديو ده أنا عامله النهاردة للأرنبة كيتي. الأرنبة دي طبعا اللي متابعها معايا كانت جايالي 2 كيلو وربع، وكان عندها تسمغ أذن وجرب والتهاب عرقوب وتسلسل، وكان معاها 4 عيال الصغيرين دول. الحمد لله عالجتها وعملت فيديوهات كتير عليها، ودلوقتي زي ما انتوا شايفينها كده وزنها الحمد لله بيتعدى 5 كيلو. ولكن الأرنبة دي زي ما أنا قلت قبل كده عندها تحجر أجنة، يعني احتمال كبير جدا إن هي ما تعشرش تاني أو كده، ولكن هي صحتها حلوة. وأنا بصراحة حبيت الأرنبة دي كحيوان أو كده زي ما قلت قبل كده، وكأني مربي قطة أو مربي حاجة، وأنا حبيت شكلها ومنظرها، فأنا هخليها وهربيها زي ما أنا قلت لحضراتكم قبل كده. ولكن أنا عشرت الأرنبة دي يوم 26/12 أهو، بس جستها دلوقتي حسيت إن هي ما عشرتش طبعا، ولكن حركتها كانت زيادة. فطبعا لازم تفهم الأرنب بتاعك. فببص على الأرنبة لقيت إن هي الغريزة بتاعت الأنثى فيها عايزة تعشر تاني. طب نعمل ايه؟ ناخد الأرنبة كيتي وندخلها للذكر؟ ما هو ما ينفعش حتى لو مش هتخلف ان انا اعذبها جنبي او احرمها من الغريزة اللي ربنا حطها فيها. فهدخلها برضو للذكر ونشوف ايه اللي هيتم مع الأرنبة كيتا. هل هي هتتلقح ولا ايه اللي هيتم معاها؟ ندخلها للذكر ونشوف مع بعض ايه اللي هيتم، هل هيلقحها ولا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي كيتي دخلت للذكر اهي، نشوف هل هي فعلا هتتلقح ولا ايه اللي هيتم. اهي اتلقحت مرة كده، تعشر او ما تعشرش مش هيفرق معايا، المهم ان انا ابقى مبسوط بيها وان انا احس ان هي شغالة والحاجات دي. ده من الدكورة الممتازة عندي. ادي لقحها مرة تانية كده، اتلقحت مرتين يمكن تعشر، لان قبل كده قلنا ان الرحم عبارة عن انبوبتين، وتحجر الاجنة ممكن يكون جه في انبوبة واحدة، وبالتالي ممكن يحصل حمل في الانبوبة التانية دي. يبقى كده اتلقحت مرتين من الذكر ده. نجربها على ذكر تاني برضو غير الذكر ده اهو. بص كده حضرتك، واحد هيقول لي ما ينفعش ذكرين ورا بعض، هقول له انا كل الشغل بتاعي من يوم ما اشتغلت بلقح تلقحتين ورا بعض. تعالي انزلي. يا مغفل، اهي ادي التلقيحة التانية كده. كيت اتلقحت 3 مرات. اهم حاجة بقى هقولها لك،
اول ما تلقح ارنبة لازم تكتب تاريخ التلقيح على العلافة عشان تعرف هي هتولد امتى. النهاردة 16/1، يبقى بعد 10 ايام اجس الارنبة واشوفها عشار ولا لا. بالنسبة لولاد كيتي، هم دلوقتي عمرهم تقريبا حوالي 4 شهور. الوزن بتاعهم الحمد لله، اوريك واحدة منهم اهي، تقريبا وصلت 3 كيلو. بس ما ينفعش اعشرها دلوقتي مع ان هي وزنها 3 كيلو. طب ليه ما تتعشرش؟ لان الرحم بتاعها لسه ما اكتملش، الغدد اللبنية ما اكتملتش، ولكن لو حطيتها للذكر دلوقتي هتعشر وهتحمل. ولكن انا استنى اما الارنبة تاخد حقها. ان شاء الله كمان شهر هلقح ولاد كيتي ونشوف الانتاج بتاعهم هيبقى شكله ايه. هلقحهم من نفس اخواتها، يعني ذكرين وانتيتين، هخليهم هم اللي يلقحوهم ونشوف ايه اللي يتم معاهم. ان عجبك الفيديو يا ريت تشيره، يا ريت تعمل لايك. معلش دوشكم معايا، ولكن حبا فيكم وحبا في الله. اتمنى لكم كل خير وسعادة، والى اللقاء قادم في فيديو قادم. لكم حبي ودعواتي بدوام الصحة والستر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.